برج الثور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن توقعات الاسبوع الثاني من شهر اغسطس 2026، واللي بيبدأ معانا من يوم 9 اغسطس لحد 14 اغسطس. الاسبوع ده بالنسبة لكم يا اصحاب برج الثور هيكون اسبوع كده مهم جدا، مليان احداث قوية وتأثيرات كبيرة. في كسوف كل هيحصل يوم 12، وفي انتقالات كمان كوكبية مهمة جدا، وفي ايام ذهبية هتحققوا فيها مكاسب كبيرة، وفي أيام تانية محتاجة كده منكم صبر وهدوء عشان تعدوا على خير الفترة دي. فتعالوا كده ناخد نفس عميق وندخل في التفاصيل على طول. أول حاجة هنعرفها إن المريخ هينتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان يوم 9، وده انتقال مهم جدا. الزهرة موجودة في برج الميزان، وزحل ونبتون متراجعين في برج الحمل، والشمس والمشتري موجودين في برج الأسد، وعطارد هينتقل لبرج الأسد برضه، وأورانوس في برج الجوزاء. الكسوف الكلي هيحصل يوم 12 أغسطس في برج الأسد، وده هيكون حدث فلكي قوي جدا، هيأثر على كل حاجة في حياتك، وهيكون بداية لتحولات مهمة جدا. طيب الطاقة العامة بقى الأسبوع ديت هي إن في أحداث قوية جدا هتحصل، أحداث جريئة كمان ممكن تهز استقرارك، لكنها في الحقيقة مش عشان تهدك، لأ، دي عشان تثبت أقدامك على كده حاجة أقوى وأحسن كمان، زي النار اللي بتولع كده عشان تطفي حاجة كانت أكتر منها. يعني ممكن تلاقي ناس كتير بتسيب شغلانة مثلا عشان شغلانة تانية أحسن، أو بتغير مكانة عشان مكان أحسن، أو بتنهي علاقة عشان تبدأ علاقة أحسن بكتير. الفكرة كلها إن الأحداث القوية دي جاية كده عشان تمشيك وتوديك للأحسن كمان، مش عشان تدمرك. طيب تعالوا بقى ناخد يوم بيوم كده ونعرف هيحصل فيه ايه. يوم 9 ويوم 10 القمر هيكون في برج السرطان، وده هيديك طاقة وعي عالية جدا، وكمان إدراك قوي وقدرة على فهم الأمور بشكل أعمق. في اليومين دول يا طور هتلاقي نفسك قادر كمان تقدم على وظيفة مثلا، قادر تتقدم للأحسن، قادر تصلح علاقة، قادر تفهم الناس اللي حواليك، وقادر كمان تاخد خطوات مهمة في حياتك. هتحس كده بوعي وإدراك عالي جدا، وهتقدر كمان تحسب الأمور بشكل واعي ومنطقي. اليومين دول مناسبين جدا لأي حاجة ليها علاقة بالتواصل، لقاءات بقى، مقابلات، تقديم على شغل جديد، مفاوضات، أي حاجة كده فيها كلام وتفاهم. فاستغلهم كويس جدا يا طور، لأنهم هيكونوا في صالحك جدا. طيب يوم بقى 11 ويوم 12 دول أهم يومين في الأسبوع كله، خصوصا يوم 12 اللي فيه الكسوف الكلي. اليومين دول هيكونوا مليانين طاقة قوية جدا، وفي نفس الوقت محتاجين منك حذر جامد. في اليومين دول خلي بالك من التسرع في أي عقود أو أوراق، ما تمضيش على أي حاجة من غير ما تقراها كويس، وبدل مرة مرتين وتلاتة كمان. وخلي بالك من أي جدال مع حد من الوالدين، خصوصا بقى إيه الأب. حاول على قد ما تقدر كده ما تبقاش عدائي كمان مع حد، ولو أي حد استفزك خليك هادي وما تردش عليه. اليومين دول ممكن يكون كده في ولادة حاجة جديدة، أو حدث مهم، أو بداية جديدة، لكنها بقى محتاجة منك صبر وحكمة كمان. في ناس هتحاول تهد استقرارك ده، أو تنرفزك بأي طريقة، أو تقلقك على الأقل. بس انت أقوى من كده بكتير يا طور، وابعد عن أي حاجة تعكر مزاجك، وركز في نفسك وبس. بس برضه خلّي بالك من التعامل مع الناس اللي مش فارق معاهم الدنيا، الأشخاص المستفزين اللي بيعيشوا عشان يضايقوا غيرهم وبس. أنت عندك حاجات كتير يا طور عايز تحافظ عليها، فما تخلّيش بقى حد يخربها عليك. طيب يوم بقى 13 و14 دول من أحلى أيامك في الأسبوع كله يا طور. القمر هيكون في برج العذراء، وده هيديك طاقة تحقيق مكاسب، وكمان تناغم عائلي وتواصل حلو جدا مع أهلك وناسك. في اليومين دول هتقدر تحقق مكاسب كمان مادية، هتقدر تخلص عقود جديدة، هتقدر تشتري أو تبيع حاجة كده وتكسب كمان، وهتقدر تستمتع بوقتك مع أهلك وأولادك. اليومين دول مناسبين جدا لأي حاجة ليها علاقة كده بالبيت، العيلة، الأولاد، الحمل، الولادة، أو أي مناسبة كده عائلية سعيدة. فاستغل بقى اليومين دول يا طور في أي حاجة مهمة، وخصوصا الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس والممتلكات والعقود، لأنهم هيكونوا في صالحك جدا. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على الجانب المهني، لأنه هيكون من أهم الحاجات اللي هتشغلك في الأسبوع ده. انت هدفك الأساسي يا طور هو الاستقرار، عايز كده تثبت نفسك في شغلك، عايز تثبت جدارتك وقوتك، كمان عايز تبين للكل ان انت قد المسؤولية. ممكن يكون في منافسة، او في ناس كده بتحاول تقلل منك، بس انت بقى ايه،
بتسعى بكل قوتك وبتجاهد كمان على نفسك وبتثبت ان انت الافضل. ممكن تكون بتعتلي كده منصب او ترقية وعايز تثبت ان انت قد المنصب ده، وده طموح جميل جدا، والفترة دي كمان بتدعمك فيه، فخليك واثق في نفسك وخد خطواتك بجرأة وثبت نفسك كمان. الاسبوع ده مناسب جدا ان انت توسع استثماراتك او بداية مشروع جديد او حتى تغيير مسارك المهني لو انت حسيت ان هو مش مناسب ليك. طيب بالنسبة بقى للجانب القانوني والمالي، فالنقطة دي مهمة جدا عشان الأسبوع ده هيكون في تركيز كده على الجانب القانوني والمالي كمان. انت بتسعى للضمانات، عايز تأمن فلوسك، عايز تأمن ممتلكاتك، عايز تخلص أوراقك، عايز تثبت كمان ملكيتك، عايز تضمن مستقبلك. ممكن تكون بتفكر في أوراق ليها علاقة كده بالسفر أو امتلاك حاجة جديدة أو استثمار فلوسك في أي حاجة مربحة. الأسبوع ده مناسب جدا لأي إجراء قانوني أو أي تعامل مالي مهم، خصوصا من يوم 13 و14، بس برضو خلي بالك من يوم 11 و12، لأن التسرع في الأوراق في اليومين دول ممكن كده يسبب لك مشاكل أنت في غنى عنها. ولو هتمضي أي عقد أو ورقة فحاول يكون كده معاك شخص قانوني بيفهم عشان تتجنب أي تلاعب. طيب بالنسبة بقى للجانب العاطفي تعالوا نتكلم فيها شوية لأنها برضو مهمة جدا في الأسبوع ده. في نسبة كبيرة جدا من برج الثور هيكون عندهم كده إصلاحات عاطفية، رجوع لعلاقات قديمة، خصوصا بقى مع الأبراج الهوائية والنارية. هتلاقي كده فرصة لاستعادة الود واستعادة الاستقرار وتجاوز كمان المشاكل اللي كانت موجودة. بس خلي بالك يا طور، في شوية جدل كده ممكن يحصل، فحاول تسمع وتسكت وما تكبرش بقى المشكلة. ولو عايز تفضل في العلاقة حاول تعدي الدنيا واستنى لما تهدى الأمور وبعد كده قول اللي انت عايز تقوله. العلاقات المستقرة بقى هيكون فيها مشاعر لطيفة وتناغم وقرب أكتر كده بينك وبين شريك حياتك. ممكن تكون في مناسبة عائلية بتجمعكم أو قعدة حلوة كده بتقربكم لبعض. الناس بقى اللي مش مرتبطة هتفكر كتير في الارتباط الرسمي وفي تجهيز كمان نفسها للخطوة دي. هتحس ان انت عايز كده تكون جاهز وعايز تبني بيت وعايز تاخد خطوة رسمية. طيب في نقطة كمان وهي ان الاسبوع ده هيكون في استقرار في العلاقات العائلية، هتقدر كده تتواصل مع أهلك بشكل أحسن بكتير، هتقدر كمان تفهمهم، هتقدر تقرب منهم. هتلاقي كده في مناسبات عائلية أو لقاءات أو حتى قعدة كده تكون بسيطة هتخليكم تبقوا أقرب لبعض بكتير. فاستغلوا بقى الأجواء الحلوة ديت في إن انتوا تقووا العلاقة العائلية. وخلي بالك جدا يا طور من أي حد بيحاول يفرق بينك وبين أهلك. طيب ازاي بقى تتصرف في الأسبوع ده؟ عندك يوم 9 و10 استغلهم في التواصل ان انت كده تقدم على شغل جديد، اي خطوة مهمة استغلها فيهم. اما بقى يوم 11 و12 فخلي بالك جدا من التسرع، ما تمضيش اي عقود وابعد عن الصراعات والناس المستفزة. اما بقى يوم 13 و14 فاستغلهم في المكاسب، العقود والاستقرار العائلي كمان. طول الاسبوع ده بقى خليك واثق في نفسك يا طور، وما تخليش اي حد يهد استقرارك، وخد وقتك في القرارات المصيرية. الأسبوع التاني من أغسطس 2026 لبرجك يا طور هيكون أسبوع كده مليان تحولات وأحداث قوية جدا، في أيام وعي وتواصل وأيام كسوف محتاجة حذر وأيام ذهبية للمكاسب والاستقرار. هيكون في إصلاحات عاطفية وفرص مهنية وضمانات كمان مالية واستقرار عائلي. فخليك كده واثق في نفسك وما تخافش من التغيير اللي هيحصل، وخد خطواتك بجرأة، بس برضو خليك حريص في أيام الكسوف وإن شاء الله وبإذن ربنا هيكرمك. ربنا معاكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم أسبوع سعيد ومليان خير وبركة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. أشوفكم على خير في توقعات جديدة. باي باي.